السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده انا هعمل نوتيلا شعبي. تقدري تسميها نوتيلا شعبي لان طبعا هنعملها بحاجات مش زي النوتيلا اللي بتبقى في المحلات اللي بتتباع في السوبر ماركت. معايا هنا حوالي 100 جرام لوز. المره دي انا هعملها بلوز. هي المفروض انها بتتعمل ببندق بس انا هعملها بلوز. ده المتوفر حاليا يعني. وفي ناس بتعملها بسوداني، يعني تقدروا تجربوها باللوز، تقدروا تجربوها بالسوداني، تقدروا تجربوها بالبندق. والبندق طبعا هتبقى نفس الوصفه اللي بتتعمل بيها ايه اللي بتتباع فيها في السوبر ماركت. معايا هنا حوالي 100 جرام لوز. معايا هنا نص كوبايه سكر مطحون. وانا طحناه علشان يساعدني، لان انا طبعا المفروض ان انا هفضل اضرب اللوز ده لحد ما القوام بتاعه يكون زي الزبده. مش ناشف يعني، او نطحن وخلاص، لازم يبقى زي الزبده. فالسكر لما يكون مطحون هيساعدني. ومعايا هنا ربع كوباية لبن بودر. ومعايا هنا ربع كوباية كاكاو مطحون، كاكاو خام، مش فيه سكر ولا حاجة، من اللي هو بيجي من عند العطار. ومعايا هنا حوالي ربع كوباية زيت. الفنجان الصغير ده ممكن محتاجوش كله، يعني على حسب ما تبقى كويسة معايا والقوام بتاعها يبقى زي ما انا عايزة. الشغل كله دلوقتي هيبقى على الخلاط. فانا هاخد الاول اللوز علشان اطحنه في الخلاط، في كبة الخلاط. آه، اللوز المفروض يكون متقشر، بس انا بصراحه انا حمصته كل حاجه ولازم يكون متحمص برضو. بس انا حاولت ان انا اقشره، ما رضيش يتقشر معايا، فقلت مش مشكله عادي. هو انا اللي هنعمل، احنا اللي هنعمل الشوكولاته السبريد واحنا اللي هناكلها يعني، فمش مشكله بالنسبه لي، انا مش هبيعها يعني. فدلوقتي انا هحاول اروح اطحنها كده. بسم الله. فهطحنها وعشان الصوت هقفل وهرجع تاني. شايفين بقى القوام ده؟ هو القوام ده اللي انا طالباه اهو، اللي انا محتاجاه قصدي. المفروض ان هي كانت تبقى كده من غير ما اضيف لها اي حاجه، بس صدقوني يا جماعه انا حاولت بقدر الامكان، واضطريت ان انا اضيف لها حوالي 3 معالق زيت او معلقتين زيت. لانها ما رضيتش ابدا ان هي تتفرم. فلازم يكون ده ساعدها، لان الخلاط كان تقريبا عمره الانفرادي هينتهي. فايه فحاولت ان انا انقذ الموقف يعني. فهي ده بيبقى شكلها بعد كده، بعد ما توصل معانا للمرحله دي هنبدا نضيف عليها بقى بقيه المكونات. دلوقتي هحط السكر المطحون وارجع اضرب مره تانية. طبعا كل شويه لازم انزل بالسباتيولا، لانه بيركن في الجناب بتاعت الخلاط، فلازم انزله كل شويه بالسباتيولا. بعد كده هنزل باللبن البودر، واخر حاجه هنزل معايا بيها الكاكاو اللي هو الخام. وبعد كده هفضل انزل بسرسوب صغير من الزيت شويه بشويه لحد ما احس ان القوام معايا بقى كويس. وبكده نكون خلصناها اهي. طبعا هي خدت وقت كتير في الخلاط على بال ما خلصت. هي القوام بتاعها، ثواني اوريهولكم. القوام بتاعها سايل شويه، مش زي النوتيلا اللي هي بتاعت المحلات. ثواني اهي. هو خفيف ليه؟ هي عشان لسه هتحط في التلاجة، وما تتحط في التلاجة هتبقى جامدة عن كده شوية. بس من ناحية نعومة النوتيلا نفسها مش زي النوتيلا بتاعت السوبر ماركت. لأن النوتيلا السوبر ماركت طبعا بيطحنوا الحاجة قوي قوي يعني. ما بتبقاش فيها أي حبيبات ناعمة خالص، لكن دي خشنة شوية. والخشونة دي بتاعت اللوز، مش بتاعت أي مكون تاني، لأن كل حاجة تانية كانت بودرة او باودر يعني. لكن الخشونه اللي هنا دي بتاعت اللوز. بس مش مضايقاني خالص على فكره، وطعمها حلو قوي قوي. وتنفع بقى للسندوتشات، زيها زي نوتيلا يعني، بس اقتصاديه يعني وفي البيت. وتقدري تعمليها بفول سوداني، والفول السوداني مش غالي ولا حاجه. فيا ريت تجربوها وتقولوا لي رايكم. ولو عندك بقى اي مثلا اي برطمان فاضي، مش شرط يكون برطمان نوتيلا يعني، اهو انا عندي برطمان فاضي ونضيف اهو. هتفرغيها فيه بقى وتحطيها في التلاجة، وايه وتعملي منها سندوتشات بقى، لانش بوكس. عايزه تزوقي بيها حاجه
بس هي في الطعم طعمها جميل جدا بصراحة. اهي اهي عملت برطمان اهي، حلو قوي. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، والف هنا اللي يجربها. شكرا.